صباح الخير أحبائي حبيباتي، صباح الورد والياسمين، صباح القرنفل. نتمنى يكون هذا الصباح وهذا اليوم يكون يوم سعيد علينا وعليكم أجمعين. اليوم راح نشارككم معايا روتيني. اليوم جايني ضياف، راح نقدم في المنيو شوربة فريك وشخشوخة افيك سالاد فاريي. شخشوخة حطيت ديجا لا فيديو تاعها، راح نحطها لكم في صندوق الوصف. ولكن الشوربة راح نقدم لكم طريقة تحضير شوربة فريك. وللغداني نحنا راح نقدم بيغي ولكن بطريقة مختلفة. نتمنى لا فيديو تاعي تاع اليوم تعجبكم ان شاء الله. اذا بدون اطالة تفضلوا معايا في المطبخ. السلام عليكم. كما تشوفوا لهنا راح ندير بيغي بالدجاج وراح نطيبها في هاد لي ساك دو كويسون. هادو لي ساك يعجبوني بزاف. الدجاج يتحمر فيهم ويطيبوا يعني ما شاء الله. نتمنى تجربوهم. هما يقولوا مش صحيين بصح يعني احنا كنا نتبعوا يعني حاجه ما هي صحيه. اذا نبدا بسم الله وعلى بركه الله. حطيت هنايا الدجاج. هنا تحبوا ديروا بالدجاج تحبوا ديروا باللحم، يعني لكم الاختيار. انا راح ندير بالدجاج، هذا هوش متوفر عندي. اذا هنا حطيت الطرف تاع الدجاج. قصيت بصله يعني خشينه كما تشوفوا، بصله صغيره، ما كترش البصل. وربيت ربع سنه تاع الثوم. حطيت الملح، فلفل الكحل، راس الحانوت. وهنا اللي يحب الحار يدير الفلفل الاحمر الحار. حطيت شويه زيت ودي نوازيت كيما هكا تاع زبده. وحطيت مغرف صغيره تاع زيت زيتونه، يعني يعطيها ان غو سبيسيال. اذا كيما تشوفوا راح نجبد هاد لي ساك. حنعطيهم لكم يعني ممكن كاينين اللي ما يعرفهمش. فوالا انا هاي لي ساك ومعاهم هذا اللي نربطو به. فوالا اذا كما تشوفوا اول حاجه نديروها هي نحطوا شويه نشا ولا فرينه راح نحط هنا. ولهنا راح نخلط الدجاج تاعي مليح. لهنا نسيت ما جبتش الموس. اذا هنا ندير نثقب هيك الدجاج تاعي باه تدخل له التفاتف تاعي. باه يجينا بنين. اذا هنا راح نخلط بيدي، يعني هنا راح نستعملوا اليد يعني بالطبع لازم نكونوا غاسلين يدينا. يعني النظافه يعني اول حاجه مطلوبه هي نظافه اليدين. يعني قبل ما نمسوا اي حاجه نغسلوا يدينا. يعني نحاولوا ندخلوا مليح. هذه العمليه نقدروا نديروها يعني هي الاولى، نخليو الدجاج تاعنا تدخل له مليح تفاتف. ومن بعد نحطوه في لو ساشي. انا مزروبه راح نحط ديريكتومون في لو ساشي. نسيت كذلك نحطوا شويه تاع طماط هنا. نحطوا شويه طماط. يعني ما نكتروش، نحطوا شويه بالطعمه. لهنا راح نزيد
الدجاج. نحاول نزيد نخلط مليح من هنا كما تشوفوا. ندير الفرة هكاك ونقفل. يعني نوزع وراح نستعمل الكوردون باش نثقب فوالا. راح نحطهم دركا في الفور حوالي نصف ساعه وراح نرجع لكم فيما بعد. حطيت البطاطا تاعي طيب، حطيت اون بانسي تاع دو سال، شويه تاع ملح، نخليوها نغطيو عليها ونخليوها طيب، ونحطوا الدجاج تاعنا في الفور. اذا البطاطا تاعي طابت، راح نضيف شويه تاع حليب، نضيف شويه تاع زبده، وراح نديرها بالباطور، مكتروش. راح نزيد الفرماج، يعني اي نوع تاع فرماج اختاروه. راح نديرها بالباطور، ونضيفوا الملح اللي كان جاتنا مسوسه، نزيدوا لها شويه تاع ملح، وراح نديروها بالباطور ونرجع لكم فيما بعد. نشوفوا الدجاج تاعي، شوفوا كيفاه تحمر. نحيته من الصاك هذاك اللي طيبناه فيه، وحطوا فرغته في لو بلا. دوكا راح نصفي لاصوص تاعو، ما نخليهاش كاك، خاطر فيها البصل والثوم، نصفيها. لهنا شوفوا لا بيوري درتها بالباطور، ما ديروهاش بالميكسور ما تجيش مليحه. اذا كيما تشوفوا لا بيوري تاعي وجدت. شوفوا الدجاج كيفاه تحمر في هذاك لو ساك. شوفوا لاصوص تاعو، لهنا صفيتها من البصل وهذاك الثوم. شوفوا الدجاج وطاب. يعني حاولوا تجربوا هاد لي صاك اللي ما يعرفوش يعرفوهمش، اللي جام يستعملوهم. نقدمها مع سلطه. السلام عليكم. لتحضير هذه الوصفة، يعني شوربة فريك، راح تشوفوا معايا مكونات الوصفة وطريقة التحضير. يعني الشوربة لهنا ما كانش ما يعرفش يديرها، ولكن كل واحد وطريقته في تحضيرها. اليوم راح تشوفوا معايا طريقتي المعتمدة، يعني طريقة سهلة وجريء، يعني بشهادة من ذاقها، يعني شوربة تجي بنينة كما نقولوا احنا بنينة عسل. اذا راح نبداو بسم الله وعلى بركة الله. انا الشوربة يعني افضل شوربة فريك نديروها بلحم الخروف، يعني تجي بنينة بزاف. هنا نقدروا نخلطوا معاها دجاج، هنا يعني كل واحد ومقدوره. راح نحتاج ان بوكي لهنا تاع دبشه وكرافس، ولا كما يقولوا في المناطق الاخرى القزبر والكرافس. هنا الكميه تاع القزبر يعني ولا الكميه تاع الدبشه تكون اكثر من الكرافس. راح نشوفوا معايا كيفاه من بعد الطريقه تاعها كيفاه نحطها. هنا نحتاج بصله متوسطه كيما هكا. نحتاج لهنا طماطم. لهنا عادو عندنا طماطم كبيره نستعمل 2 حبات، وكي عاد هنا صغيره استعملت هنا 3 حبات.
نحتاج لهنا مغرف معمره كبيره تاع طماطم كونسونطري، ولهنا يعني ندوق من بعد عاد ناقصه نزيدوها. يعني الطماطم سا ديبون عن النوعيه اللي عندنا. نحتاج الحمص، نحتاج مغرف تاع تسمن ومغرف تاع زيت. هنا ما نكثرش ليدان خاطر ديجا اللحم فيه الشحمه. لهنا الملح، نحتاج الفلفل الاسود، ونحتاج شويه تاع قزبر مرحي. لهنا للتزيين يعني على الاخر كي يوجد الجاري تاعنا نحتاج العرف تاع الكرفس هذا نضيفه، والفلفل الحار، ومغرف ولا اكثر من نعناع يابس، ولا عندنا نعناع اخضر تاني نستعملوه، وبالطبع القارص. ولهنا نحتاج الفريك، ونحتاج لابودغ تاع الفريك، يعني الفريك مرحي خلا. اذا نبدا بسم الله وعلى بركه الله. طريقه التحضير هنا واش ندير نفهمكم. هنا انا طريقتي كيفاه ندير. هنا انا راح نميكسي البصله في الميكسور. راح نحط البصله ونحط طماطم خضراء، ولهنا راح نقسم، راح نحي هذا العرف تاع الكرافس كما تشوفوا. ولهنا الدبشه تاعي او القزبر راح نقسمها على قسمين، يعني الكميه الكبيره نحطها كما تشوفوا، راح نحطوا لهنا. اذا راح هذه الكميه تاع القزبر وتاع الكرافس مع البصل ومع طماطم خضراء راح نميكسيهم في الميكسور كما تشوفوا لهنا. ميكسيت البصل والطماطم والدبشه والكرافس. شوفوا يعني النتيجه كيف انا نتحصل عليه. يعني نتمنى تجربوا هذه الطريقه، يعني طريقه سهله يعني، والشوربه تاعنا توجد لي خير من نحطها يعني نقصها ومن بعد نولي نصفي ولا نولي نحي في اللحم والميكسي. يعني هذه الطريقه اظن يعني طريقه سهله. انا يعني مرة خدامه كيفاه هاد ندير العمليه هذه في الليل، نحضرها في الليل، والصباح نحط اللحم ونقلي وانا هاني نطيب في الفطور، ومن طون نوجد الغداء تاعي. اذا هنا واش راح ندير، راح نفرغ اللحم تاعي في البرمه، وراح نستعمل هذا البرمه تاع الفخار. يعني حاولوا تستعملوا هذا النوع تاع الاواني لانهم يعني صحيين جدا، وكذلك الماكله تاعهم تجي بنينه بزاف. اذا راح نفرغ اللحم تاعي، قطع اللحم راح نفرغ الميلونج تاعي تاع الطماطم والبصله والدبشه والكرافس. يعني هنا ملاحظه الشربه باه تجينا مليحه هنا تجي الدبشه ولا القزبر تجي غالبه على الكرافس. اذا هنا راح نضيف الملح والفلفل الاسود والقزبر. راح نضيف الحمص تاعي، راح نضيف المغرف تاعي تاع تسمن، راح نضيف الزيت. اذا راح نكيل ندير مغرف يعني ما نكتروش. نحرك مليح البرمه تاعي لهنا، نخليها بتي فو لهنا. يعني السر تاع الشوربه تاعنا كيفاه تجي مليحه لهنا، نخلي البرمه تاعي مليح نخليها بتي فو. راح تشوفوا معايا راح نخليها وراح نرجع لكم باه نشوفوا كيفاه نكملوا الشوربه تاعنا، كيفاه نطيبوا الشوربه تاعنا. هنا بعد ما قليت اللحم تاعي مليح، هنا راح نضيف قليل من الماء، وراح نضيف الطماطم تاعي المصبره. ولهنا كيما قلت الكميه لهنا حسب النوعيه تاع الطماطم. راح نزيد نقلي مليح مع الطماطم، وراح نزيد نرجع لكم فيما بعد.
بعد ما تخلات الطماطم هذيك المصبره اللي ضفتها وضفت لها قليل من الماء، زدت خلات مليح. لهنايا انا نحب نضيف نعناع، نحطوا شويه تاع نعناع. لهنا راح نضيف القليل من الماء، وبطريقتي انا كيفاه ندير. لهنا راح نزيد نقلي الفريك، ولكن نضيف شويه تاع ماء، يعني نص البرمه. نضيف الماء سخون ونزيد نحط الفريك يتقلى معاها مليح. بالنسبه للفريك لهنا الكميه سا ديبون، كل واحد ولو تاعو. كاين اللي يحب الشوربه تجي ثقيله، وكاين اللي يحب شوربه خفيفه. انا بالنسبه لي راح نستعمل هذه الكميه، كاس تاع تاي. لهنا ملاحظه برك، لهنا الفريك هنا نحطوه في ان بوكال ونحطوه في الفريجيدار باش ما يفزدش. والفريك لهنا عندنا يعني على بالنا بلي الفريك تاعنا نضيف ونحطوه ديريكتومون، ولكن عندنا شاكين بلي الفريك تاعنا يعني مش نضيف. لهنا نحطو في حاجه ريسيبيون ونسوموه، ومن بعد نفرغوه في الشوربه تاعنا. وراح نزيدو نخليو الشوربه تاعنا، نخليو الفريك تاعنا يزيد يتقلى مليح مع اللحم، ومن بعد نمرقو بالماء سخون. ولهنا راح نحرك مليح الفريك تاعي على خاطر يهبط لتحت يلصق في البرمه. وراح نقص في الغاز ونقعد كل دقيقه مره على مره نحرك البرمه تاعي. اذا نحركوا البرمه تاعنا مليح باش ما يسقناش الفريك من تحت. انا ضفت الماء ولكن قليل، نزيد شويه تاع ماء والماء سخون. ولهنا راح نزيد نخليه يتقلى مليح. راح نغطيه ونحرك مره على مره ونمرقو بالماء سخون في الاخير. هنا تقلى الفريك تاعي مليح كما تشوفوا، يعني نحركو. لهنا راح نضيف الماء تاعي، راح نمرق البرمه تاعي بالماء سخون يعني. ولهنا اللحم تقريبا نص طياب. اذا نضيف كميه الماء باش يكمل اللحم طياب تاعو. نحرك مليح. وهنا نشوفوا بعد ما تغلي، شوفوا على نقص طماطم نزيدوها. اذا نحرك مليح باش ما يسقطيش الفريك. راح نغطي على البرمه تاعي ونخلي حتى اللحم يطيب تقريبا. وراح نديروا الاضافات باه تجينا الشوربه تاعنا بنينه. هنا بعد ما غلات البرمه تاعنا رايحين نضيفوا الفريك غبره، ورايحين نزيدوا نحركوا مليح البرمه تاعنا. اذا هنا راح نضيف القرن تاعي تاع الفلفل، وراح نضيف شويه تاع قزبر، وراح نخلي الكميه الاخرى للتزيين. اذا نزيد نحرك مليح، نقص في الغاز. راح نخليها شويه برك ونضيف نعناع. هنا نضيف النعناع تاعي، ولا عندي نعناع اخضر ماذا بينا نستعملوه يجي افضل، يعني يجي مليح بالنعناع اخضر. اذا راح نقص في الغاز ونغطي عليه ونخليه ابتي فو حتى يصفي مليح. هنا نضيف حتى العرف تاعي تاع الكرافس، نحطو هكاك بعد ما نقصوش. الان كما تشوفوا دبشه وكرفس لي قعدت لي، وعندي شويه تاع معدنوس راح نخبيهم في البوكال هذا
ونحطهم في الفريجيدير، يعني باش نحتفظ بهم لمدة أطول. يعني أنا ما عنديش الكمية بزاف، ولكن هذه تدبيرة، يعني اللي ما يعرفش هذه التدبيرة يديرها. يعني أنا جربتها وراهي تدبيرة ناجحة 100%. المهم لهنا كيفاه نديرو، نقيو هاد الحشايش تاعنا مع النوس ولا الدبشه وكرفس، نحيو هذاك اللي دابن ونزيدو نقصو من هنا كما تشوفوا. ومن بعد نجيبوا هذا البوكال هذا من زجاج، نغسلوه يعني نعقموهم مليح، نشيحوهم ونخبيهم. وشوفوا كيما لهنا كتبت يعني لهنا باش ما نضيعوش الوقت، يعني كيما نحلوا الفريجيدار تبان لنا واش يود بشا وكرافس المعدنوس نجبدو ديريكتومون باش ما نتعطلوش. يعني هذه تدابير باش ما نضيعوش الوقت بزاف في المطبخ. كما تشوفوا لهنا الشربة تاعي وجدت، شوفوا كيفاه صفات. اذا راح نقدمها في صحن التقديم. نتمنى تكون عجبتكم هذه الطريقة، جربوها. هي طريقة سهلة وسريعة وخاصة للمرأة العاملة، يعني ليه توجد لنا هنا. الملاحظة برك نحاولوا نقليو مليح اللحم تاعنا مع هذاك الميلونج اللي مكسيناه، ونخليو البرمة تاعنا تغلي على نار قليلة، وخاصة إذا استعملنا هذا النوع من البرم يعني تاع الفخار. وكذلك كي نشوفوها قريب توجد، يعني قريب الطيب، لهنا نطفيو الغاز على خاطر البرمة هذه راهي تحكم سخانة. هذا مكان. إذا نتمنى تكون عجبتكم طريقتي في تحضير الشوربة. راح نقدمها، راح تشوفوها معايا في صحن التقديم. انا وجدت الصينيه تاعي تاع الضياف تاعي. على فكره الضياف يعني ما همش ضياف برانيه، هما ضياف تاع الدار، هي امي واختي واخي. كما تشوفوا انا حطيت الغريبيه اللي وجدتها في العيد. وراح درك نحضر الزريره. احنا في الشرق نعيطوا لها زريره، يعني نديروا زبده وعسل ونديروا روينه. يعني درك تشوفوا كيف راح نحضرها. كما تشوفوا لهنا دوبت الزبده ودوبت معاها مغرف صغيره تاع عسل. هنا العسل يعني حسب ليغو، لأن ما نخليوهاش تغلي، جوست تذوب الزبده نضيفوا الروينه تاعنا. نضيفوا ونحركوا نشيفوها. يعني شوفوا هنا راني طفيت على الغاز، والروينه نصفيوها في السيار، نغربلوها يعني قبل ما نستعملوها. نضيف عفوا، يعني ما نشيكوهاش بزاف. يعني هذه ديما كي نوجدوا الصينيه تاعنا ونطيبوا القهوه والحليب نخليوها هي الاخرى ونصربيوها في الصحن باش تبقى سخونه. اذا نضيف قليلا، يعني شوفوا القوام تاعها كيفاه يكون. كما تشوفوا هاي الزيجة تاعي كيفاه طيبتها، كيفاه ديكوريتها. كما تشوفوا الشربة تاعنا كيفاه، شوفوها يعني جات خفيفة، لأن سا ديبون على ليغو. كان يحبها ثقيلة يعني يزيد في الكمية تاع الفريك، يحبها خفيفة يدير الكمية اللي درتها أنا. الصحن تاعي تاع شخشوخة.
فوالا. يعني هذا العشاء درته لأمي، ربي يخليها وربي يطول في عمرها. وبالصيف جات عندي خايفة من كورونا، عندها 6 شهور ما جاتش عندي، حتى نحاولتها وبالصيف جات. ربي يرفع علينا هذا البلاء ان شاء الله. نتمنى تكون لا فيديو عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.